السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تجتازي مقابلة الجامعة؟ بما اننا خلصنا الثانوية العامة ونجحنا وداخلين على الكليات، اغلب البنات بتبقى عندها خوف شوية من المرحلة الجامعية نظرا لاختلاف الوسط المحيط بيها، نظرا لان يعني التحصيل الدراسي بتاعها او الدراسة بتاعتها هتبقى مختلفة تماما عن دراسة الثانوية، فبيبقى عندها شوية خوف من التجربة الجديدة. النهاردة جاي اقولك على كم نصيحة لو عندك مقابلة في الكلية تحاولي تخلي بالك منها. اول حاجه، حاولي ان انت قبل المقابله بتاعتك ان انت تسالي الناس اللي تقدمت قبلك للمقابله دي اتسالوا في ايه، يركزوا على ايه، وافتكري ان مفيش اجابات صحيحه، كل واحد وليه اجابته الخاصه بيه. حاولي ان انت تركزي في اجابتك وتختاريها بعنايه، تعرفي كويس جدا ما ينفعش تقلدي الناس، لا انت حاولي ان انت تختاري ذاتك وتتكلمي طريقتك انت. تاني حاجة، الانطباع الأول دايما بيتاخد من الشكل، فاحرصي دايما إن يكون شكلك كويس ومظهرك جذاب وتظهري قدام الناس والمحاضرين بشكل كويس جدا. والمقصود هنا إن أنت يكون مظهرك كويس ولبسك حسن مش مبالغ فيه. طيب، تالت حاجة، حاولي تكون مواعيدك دقيقة جدا وتوصلي قبل الميعاد المحدد للمقابلة. حاولي تتعاملي مع المحاضرين ليكي اللي بيجروا معاكي المقابله بشكل عادي جدا، ما تتخذهمش اعداء ولا تتخذيهم ان هم ناس اعلى من هم، طبعا اعلى منك في العلم، لكن ما تخليهمش ان هم مقدسين لدرجه ان هم يسببوا لك رعب وخوف ورهبه، فبالتالي تنسي الكلام اللي انت محضره. خامس حاجه، اهتمي بالموضوع اللي انت محضراه واجمعي معلومات كويسه جدا عنه، لان انت لازم هيسألوكي عن سبب اختيارك للموضوع ده. واحرصي واجتهدي شوية عشان تحسني وقوفك قدام المجموعة. آخر حاجة، حاولي تبتعدي عن الخوف، لأن الخوف بيسبب اضطراب وبيخليكي تغلطي غصب عنك، وده بيخلي ثقتك في نفسك تقل. طيب، من الأسئلة المتكررة في معظم المقابلات اللي هو عرفيني عن نفسك، او ليه اخترتي النوع ده من الدراسه، او ليه اخترتي الجامعه دي او الكليه دي او القسم ده او الرغبه دي، وهل انت مقتنعه ان بالقسم ده مثلا، او انت شايفه نفسك ملائمه او تنفعي في المكان ده. ممكن يسالوكي هتعملي ايه لو كذا، يعني هيحطوكي في موقف معين وعايزين يعرفوا رد فعلك او تصرفك الطبيعي لو اتحطيتي في المكان ده. كمان من الاسئله اللي ممكن تتسالك، ما هو برنامجك المستقبلي لتطوير المجال ده مثلا. عاوزين يشوفوا رؤيتك، لو انت اتحطيتي في المجال ده عاوزين يشوفوا بتفكري ازاي، هتعملي ايه، هتقدمي ايه في المجال اللي انت داخلاه. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبك، وما تنسيش تعملي اشتراك لقناة حوريات. كانت معكم آلاء عرفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.